واحنا قاعدين في امان الله كده لقينا بابا دخل علينا بسمكتين. قلت لماما ايه، يلا بينا عشان نعمل فسيخ. وفسيخ ايه، مش فسيخ بس، لازم الفسيخ يبقى ايه، تحفة تحفة. يلا بينا يا لولو نعمل اجمل فسيخ. انا دلوقتي هاخد السمك، اغسله كويس جدا كده، وانضف الخياشيم ومخليش موجود فيها اي حاجة مش كويسة، واتأكد ان المية ما دخلتش جوه السمكة. هسيبه كده يتصفى لغاية لما ينزل كل ميته حوالي ساعتين 3. وبعد كده هدفي الفرن يا دوبك يدفى، وهسيب بقى فيه السمك ده بايت ليلة كاملة. لازم تبيتيه ليلة كاملة، يا اما تحطيه في الفرن او تسيبيه على رخامة جوه كيس كده يتصفى وينشف شوية. بعد ما نشف معايا ده تاني يوم، جبت السمكية كده وبقيت انضف الخياشيم بتاعتها كويس واتأكد ان مفيهاش اي مية. وكمان السمكة معايا نشفت، ضغطت عليها دلكتها كده شوية، علشان خاطر لما اجي افتح على السمك لما يبقى فسيخ يبقى معايا طري كده ومزبت، ما يبقاش لحمه ناشف. هنا انا جبت ملح خشن وحطيت عليه معلقة كبيرة من الشطة وربع معلقة من الكركم صغيرة كده، وهي دي بس اللي انا هحتاجها. وهبتدي بقى ان انا احط في الخياشيم الملح دوت، واضغط كويس جدا جدا. لازم املى الخياشيم، وكمان هلاقي بقه اتفتح كده، بق السمكية هحط فيها شوية. تمام، دي خطوة مهمة جدا ان انتي تملي الخياشيم بالملح. وزي ما قلت لكم انا منضفة الخياشيم كويس جدا جدا، ومش مخلية فيها اي مية. احنا مش عايزين فيها اي مية، عايزينه ينشف كده ويبقى جميل. تمام. جبت بقى هنا الاسترتش، حطيت عليه شوية كده من الزيت مع شوية من الملح، ورحت حاطة عليها السمكة وحطيت عليها شوية برضو من الزيت وشوية من الملح علشان تبقى معايا من كل جنب فيها الملح وتبقى جميلة. الملح الخشن دوت مش بيملحه ان يبقى طعمه مالح، بالعكس ده بيخلله، وفي نفس الوقت بيخليه طعمه حلو، بيبقى طعمه مظبوط مش مالح قوي. لو انتي حاطة ملح خشن هيبقى مظبوط. حطيتي ملح ناعم، خدي بالك من التوقيت بتاعه، عشان كل ما بتسيبيه في الملح الناعم بيملح اكتر، بيبقى لحمه مالح. وزي ما انتوا شايفين انا بلفهم بالطريقة دي. ومهم جدا جدا ان انتي تخمريهم، تفضلي تلفي عليهم الاسترتش ده كويس جدا، وتدخليهم في اكياس كتير قوي قوي علشان تضمني ان ما يدخلوش اي هوا، عشان لو دخله هوا لا قدر الله ممكن يبوظ. فانا زي ما انتوا شايفين كده بحطه وبفضل الف فيه كتير جدا جدا. السمك ده كان كبير معايا، فعشان خاطر كبير والجو لسه برد، فانا هسيبه حوالي 20 يوم. لو انتي جايبة السمك صغير، مثلا ان الكيلو يعمل سمكتين او 3 سمكات اقل حاجة يعني، ما تسيبيهوش كتير. دوت هتسيبيه في الجو الحر، لو انتي عاملاه في صيف هيبقى 10 ايام. لو انتي سايباه في جو برد زي ما انا عملته كده هتسيبيه من 15 يوم ل20 يوم على حسب الجو معاكي وحسب السمكة. هما دول كانوا معايا الاتنين، كانوا 3 كيلو، فكانوا ما شاء الله كبار وحلوين. فانا هنا كمرتهم كويس جدا، وزي ما انتوا شايفين هفضل احطهم في اكياس. واهم حاجة اتأكد ان مفيش اي هوا هيوصل لهم، واطلع الهوا اللي فيهم. تمام. فانا عشان خاطر هما كبار كده هسيبهم يقعدوا 20 يوم. وبعد كده هفتح عليهم، ابقى اعمل لكم فيديو ان شاء الله لما افتح عليهم، وهفتحه معاكم وهرهم لكم زي ما انتوا شايفين كده اهو. بفضل الف كويس جدا، وبعد ما لفتهم بكذا كيس هلفهم تاني برضو بالاسترتش عشان خاطر اتأكد ان هما مش هيدخلهم هوا خالص. تقدري كمان تحفظيهم في علبة كبيرة كده محكمة الغلق او برطمان، وتعمليهم بنفس الطريقة وتكمريهم كويس جدا. انا هنا هسيبهم اول 5 ايام على الشكل ده، وبعد 5 ايام هقلبهم على الاتجاه التاني، وكل 3 ايام هقلب فيهم. وان شاء الله لما افتح عليه هوريهولكم. اشوفكم بخير، سلام.